صحيح أن راهول سودهير بطل مسلسل العميلة السرية سينضم لمسلسل حبيبتي من تكون. ما حقيقة خبر انضمام راهول إلى مسلسل حبيبتي من تكون؟ سمعت أن البطل الجديد سيكون بجانب ساي هو راهول. أخبار انضمام راهول سودهير إلى مسلسل حبيبتي من تكون تطفو في جميع أنحاء وسائل الإعلام. مسلسل حبيبتي من تكون هو واحد من أكثر المسلسلات الشعبية في الهند والعالم العربي، وأيضا أحد أكثر المسلسلات تقييما وله جمهور متعصب. مؤخرا انتشرت أخبار مفادها أن راهول سودهير سوف ينضم إلى مسلسل حبيبتي من تكون، والذي ذكر كذلك أنه سيكون بطل رئيسي جديد مقابل الشخصية ساي التي تجسدها الممثلة الهندية عائشة سينغ. تواصلت منتديات الهند مع راهول سودهير لمعرفة حقيقة الأخبار، فنفى الممثل بشكل قاطع الشائعات وقال: حسنا، هذا ليس صحيح، لم يتم الاتصال بي مطلقا من أجل هذا المسلسل. في وقت سابق كانت هناك تقارير عن دخول محسن خان إلى المسلسل أيضا. ويعود سبب انتشار هذه الشائعات هو غضب العارم للجمهور مسلسل بسبب الأحداث التي يعتبرها البعض ظالمة في حق ساي، وأن صناع المسلسل يحاولون فرض على الجمهور علاقة حب باكي وفيرات، حيث تركز الأحداث الأخيرة في مسلسل حبيبتي من تكون على الطريقة التي قرر بها باكي وفيرات بدء حياتهما من جديد كزوج وزوجة. يشعر المعجبون بالحزن على شخصية ساي، ويحاولون الضغط على صناع المسلسل من أجل إحضار بطل جديد إلى المسلسل، ولكن حتى الآن لا يوجد أي خبر من مصدر موثوق يؤكد خبر انضمام بطل جديد إلى المسلسل حبيبتي من تكون. للأسف الشديد هذه هي الحقيقة، وهو بالفعل خبر محبط ومحزن للجمهور المسلسل، وخاصة لمحبي عائشة سينغ. في أكتوبر من هذا العام أكمل مسلسل حبيبتي من تكون عامين من تشغيل ناجح، ولا يزال من بين أكثر العروض المحبوبة على الشاشة الصغيرة. نتمنى أن يتم إعطاء حق شخصية ساي في المسلسل. انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.